الذين ظهروا في الآونة الأخيرة وتعج بهم الفضائيات، أسماء بقى هذا سلفي وهذا وهابي وهذا وهذا وهذا، كل هؤلاء موقف الأزهر من يعني لأنه امبارح كانوا إخواننا مثلا المسيحيين كانوا بيتكلموا أن كثير من الفضائيات اللي فيها شيوخ غير مؤهلين أدت إلى إشعال نار الفتنة. بعض الشيوخ يعني أذهبوا عقل كثير من الناس اللي بتتفرج. في حالة كده من التغييب وفي حالة من خطاب ديني غير سليم، موقفكم هيبقى منه ايه؟ هو موقفنا يا سيدي احنا يعني انا لا ازعم انني استطيع ان اغلق هذه القنوات المستقلة في عصر السماوات المفتوحة وعصر الحريات التي لا تراعي او لا تعمل في منظومة قيم. لكن ازعم ان احنا نستطيع ان نشكل العقل الجماهيري تشكيل سليم، بحيث أنه حينما يسمع أمثال هذه الهرطقات يحكم بأنها ليست من العلم في قليل ولا في كثير، وحينما يسمع العالم الصحيح يعرف أن هذا زي ما كان الكلام ده زمان. يعني لا تؤاخذني، ده كانت أمهاتنا وخالاتنا وجداتنا الجاهلات كانت ممكن تفرق بين الواعظ اللي بيخرف والتاني الصحيح. فضيلتك ممكن تعملوا ضوابط لهذه القنوات للشيوخ اللي هم اعتقد معظمهم مش خريجي ازهر؟ لا نعم، معظمهم بالتأكيد مش ده بتصنعهم القنوات. وبعدين فيه أموال وراء هذا العبث، يعني بتعمل وتحرك. فهذا هو الإشكال، ويحتاج الأزهر فعلا إلى دعم، لأن حضرتك حينما تطالبني بأن أتصدى إلى فكر منظم مدعوم ممول، لابد أن يكون أيضا الفكر بتاعي على نفس الدرجة من القوة.